بالله سامحوني كي تسمعوا دولة القانون والمؤسسات ما تضحكش هذه. زين نمشي معاك الاخر يا سيدي، قرار محكمة ما تضحكش هذه يا سيدي. علاش تعقيب. راهو وزير عادل، وزير عادل يبكي ولا محالة. بطاقة سراح مثلا ما تضحكش هذه يا سيدي. من الاخر كما قال شكسبير، كان جاتك بطاقة سراح. باهي شوف عزيزتي، باش نقول لك حاجة ونحبك تشد لي روحك، ما تخافش ما تبكيش. شنو؟ باش نحكي لك على بوك شوية. انا توحشت برشا بابا. حتى هو توحشك عزيزتي، اما بابا صارت له مشكلة. حس قلبي يدق بالقوي، اما ما متخوفنيش. لا عاد ما قلنا كوراجوز. باهي قولي. بابا دخل الحبس. علاش دخل الحبس؟ عمل؟ ليه ما عمل شيء، اما في الدنيا ساعات الله غالب يصيروا حاجات كيما اللي كون دو في. فما ناس خايبين يعملوا مشاكل ناس باهين، اما باهين ما يعرفوا في الاخر. والخايبين تعاقبوا؟ معناها بالباقي بيخرج؟ اي شيخين تو متفرهدين وناصبين وعاملين جو. شيء ما يضحكش هذا بالحق. تصفيق عليكم، برافو. انتوما اللي نكلم فيكم تعرفوا رواحكم. نحيتوه هياكم، نحيتوه ومن بعد شربحتوا. عربي دقيقة ناف، شربحتوا ياكم نحيتوه. شنو كسبتوا؟ ما نحكيوش على مشاكل. دقيقة ناف اللمان. حليتوا مشكل بيتانا كي نحيتوه في ليلة ونهار، حليتوا أزمة السكن. فسر لي نحب نفهم علاش. خاطر درا شنو هو ساعة ماما الناس كل حبته وتخلي الكل حي وتخلي الكل دار، تجي في ليلة ونهار معناتها ما فهمش. فسر لي علاش هكا، ونحبكم تفسروا لي. سؤال بركة معناتها تجاوبوني عليه، فسروا لي علاش. شيخين تو انتم عاملين جو. انا مانيش مقايس ومكبش وشاد صحيح، وباش نبقى متضامن معاه، واللي في ريوسكم اعملوه. من سامي الفهري إلى جناب السيد نور الدين البحيري وزير العدل. سيدي الكريم، أهنئك سيدي الوزير، إنك وزير العدل الذي أقنعني بتسليم نفسي للقضاء بقوله في نشرة الأخبار: إذا كان سامي الفهري بريئا فليسلم نفسه وسوف ينصفه القضاء. إلا أن القضاء أنصفني وأنت تعسفت على القضاء. القضاء الذي ندد بما حصل في قضيتي في بيان صادر عن جمعية القضاة التونسيين. أهنئك سيدي الوزير بأنك وزير العدل الوحيد الذي يصدر أحكاما بالإدانة في حق المتهم قبل أن يقول القضاء كلمته. أهنئك سيدي الوزير بتركيعك للنيابة العمومية التي تأتمر بأوامرك وترفض تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاة. أهنئك سيدي الوزير بأنك وزير العدل الوحيد الذي فتحت في عهده أبواب محكمة الاستئناف بتونس يوم عيد الفطر. أهنئك سيدي الوزير بأنك وزير العدل الوحيد الذي نجح في التدخل لعدم تنفيذ قرار تعقيبي يقضي بإخلاء سبيلي بتعلة أن قرار محكمة التعقيب لا يعني الإفراج عن سامي الفهري. أهنئك سيدي الوزير بأنك تمكنت من إعادة الكرة الأسبوع الموالي رغم صدور قرار شرح عن محكمة التعقيب، أعلى سلطة قضائية في البلاد، يلزمك بإطلاق سراحي. أهنئك سيدي الوزير بأنك وزير العدل الوحيد الذي يحتجز مواطنا بالسجن دون سند قانوني. أهنئك سيدي الوزير على مداخلاتك الإعلامية التي لمعت بمقتضاها صورة وزارة العدل، إلا أنني أستغرب تعمدك التصاريح الفردية دون مجابهة طرف مقابل يمثلني. أهنئك سيدي الوزير بأنك بفضل إنجازاتك المتمثلة في أخطر خروقات قانونية عرفها تاريخ القضاء التونسي منذ الاستقلال، خروقات أخطر بكثير من التهم الموجهة إلي، فإنه لن يقع تتبعك أو محاسبتك
إلا إذا شاءت الأقدار عكس ذلك. أهنئك سيدي الوزير بأنك ستنجح في بضعة أشهر في تحطيم وغلق قناة التونسية، القناة الأكثر مشاهدة في تونس. أهنئك سيدي الوزير بأنك تؤسس لاحترام دولة القانون والمؤسسات، والتي أتنبأ وإن وصلت على هذا المنوال وبفضل إنجازاتك النجاح في الانتخابات القادمة ب99.99%. سيدي الوزير، لقد أصابني اليأس وفقدت كل أمل في تطبيق القانون، إلى درجة قررت معها الدخول في إضراب جوع وحشي ابتداء من اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012، احتجاجا على عدم احترامك وعدم تنفيذك لأحكام القضاء. سيدي الوزير، إذا كانت غايتك هي إعدامي معنويا وإزاحتي من الساحة الإعلامية، فإني أهنئك بأن نتيجة أعمالك ستفوق توقعاتك، ذلك أنك ستنجح في إزاحتي من الوجود أصلا وبأسرع مما كنت تتصور. أهنئك مرة أخرى سيدي وزير العدل، والسلام. سامي الفهري.
بس انا عايز اقول حاجه في الاخر. مش احنا اللي قلبناها احنا وهم، مش احنا اللي قلبنا خصام سياسي لجنه ونار، لان في ناس تانية قلبتها مسلمين وكفار، اسلام وجاهليه، والله اعلم بالاخلاق دي مين فينا الجاهليه.